السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. رجعنا معكم فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. نتمنى ان شاء الله تفرجوا في الفيديو حتى النهايه وتدعموني بالجيم والاشتراك في القناه، وشكرا جزيلا. غادي نشارك معكم هذا النهار فطائر كتجي زوينه بزاف ولذيذه. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير. انا خديت كاس ديال الماء وكاس ديال الحليب، حاولت ندفيهم غير في الميكرووند ولا البوطه ماشي مشكل. غادي نوضع هاد كأس ديال الماء وكاس ديال الحليب، وغادي نضيف عليهم الخميره البلديه، غادي نضيف كأس من الزيت. بالنسبه للعبار بالجرام ان شاء الله غادي تلقاهم في صندوق الوصف. هنا غادي نضيف 2 ملاعق من السكر، ملعقه صغيره من الملح، غادي نضيف ابيض بيضتين، بعد ما وضعنا جميع العناصر في كأس ديال العجانة غادي نحاولوا نخلطوهم مزيان باش دوك المقادير كامله تمتزج ونحصلوا على واحد لو ليكيد اللي لذيذ. عاد بعد ذلك غادي نضيفوا الدقيق شيئا فشيئا. هنا غادي نوضع العجانه على سرعه فائقه باش في السعي يمتزجوا دوك العناصر. انا حاولت نبدل دوك اليدين ديال العجن. غادي وضع حيت ديال السوائل وغادي نرد ديال الدقيق ديال العجين، حيت في هذا الاثناء غادي نضيف ان شاء الله الدقيق. هنا عندي حليب بودره لا مارك نيدو اللي غادي نضيف منها 2 ملاعق كبيره او ملعقتين كبيرتين. وهنا كنضيفوا الدقيق شيئا فشيئا. حتى نحصلوا على العجين اللي بغيناه. اذا كما كتلاحظوا هذا هو القوام، ما يجيش قاصح بزاف وما يجيش رخو بزاف، ما يلتصقش على الايدي. غادي نغطيو العجين ببابي اليمونتير ونخليوه يختمر بشويه عليه. هنا بعد ما اختمر العجين غادي ندهنو سطح العمل بالزيت
غادي ناخدو العجين وغادي نسرحوه مزيان بهذه الطريقة هذه. هنا بعد ما سرحنا العجين مزيان غادي ناخدو الزبدة لينة كما كتلاحظوا في الصورة، وغادي نسرحوها او نطلقوها كامل على العجين اللي سرحناه. غادي ندهنوه كامل بالزبدة. بعد ما دهنا العجين كامل بالزبدة غادي دابا نحاولوا نطويو العجين ديالنا باش نشكلو واحد الرولو كما كتشوفوا. كنقادو الجوانب مزيان العجين. القوام ديالو كيساعدنا باش زعما نخدمو به بكل سهوله. غير تتبعوا المقادير بالضبط وان شاء الله غادي تحصلوا على نفس النتيجه. اذا كما كتشوفوا طويناها على بحال مسمن تقريبا. ودابا غادي ناخدو هاد الجراره وغادي نقطعوه بحال هاد القطع ونعاودو نلويوه ونشكلو به دوائر. ساهل ولكن ما شاء الله النتيجة كتكون اكثر من رائعة. كنستمروا بهذا الشكل حتى نكملوا الكمية اللي عندنا كاملة. بعد ما شكلنا الفطائر ديالنا دوائر غادي ناخدو البيض، اصفر البيض، غادي نضيفو عليه شويه ديال الخل وغادي ندهنو سطح الفطائر باكملها وغادي نخليوها تخمر مزيان. عاد ندخلوها للفران. هنا راني دخلتها الفران بعد ما خمرات، خليتها خمرات واحد شويه. هذه هي النتيجه اللي كنتحصلوا عليها بعد ما طيبناها. وصراحه في الحقيقه الشكل ديالها احسن من التصوير، وكتكون من الداخل تبارك الله رطبه وهشه. تقدروا تاكلوها مع الشوكولا، مع الكونفيتور، مع اي حاجه زعما كتجي زوينه بزاف. الفطور، المريندا في العشيه. ومن كتبرد راه كتولي طريه تبارك الله احسن من الاول.
هنا كنصيحه من تكملوا تخلوها تبرد واحد شويه، خذوا واحد الميكا، حطوها في ميكا، عاد حطوها في الاناء اللي غادي تحتفظوا بها فيه باش تبقى لكم رطبه. اذا هذه هي النتيجه الاخيره، نتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه والدعم ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، وصفه جديده باذن الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.